السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي وحبيباتي الغاليات، أهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم فضاء أنس. نتمنى فيديو اليوم يلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال بإذن الله تعالى. اليوم أخواتي جيتكم فيديو جديد إن شاء الله نشارك معكم فيه طريقة التنبات على الطرز الرباطي ديال الماكينة. كما كتلاحظوا معايا أخواتي، فهو تنبات كيجي خفيف على الطرز وظريف في نفس الوقت، كيعطي جماليه وكيعطي واحد اللمسه اللي هي جذابه كما كتلاحظوا. فنتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو للاخير، وما تنساوش حبيباتي اللي مازال ما اشتركت في القناه تشترك وتفعل الجرس باش دائما يوصلها الجديد، وايضا دعموني وتشجعوني بلايك للفيديو الى عجبكم. فبسم الله وعلى بركة الله ان شاء الله اخواتي نطبقوا مع بعضياتنا هاد الكمام هادو. كما كتلاحظوا بالنسبه للخيط اخواتي انا دوبلته على 2 ديال المرات باش ما يتقطعش لينا وحنا كنخدموا به، وراني دخلت الابره ديالي كما كتلاحظوا من الوسط ديال هاد الدوره ديال العريش كما كتشوفوا، والابره رقم 12 اللي كنخدموا بها العقيق المهرس. فكناخذوا اخواتي العقيق المهرس. فبالنسبه للعقيق اخواتي دائما كنحاولوا نختاروا النوعيه الجيده اللي ما تقشرش معنا، فكيكون دائما غالي شويه في الثمن ولكن كيكون نوعيه جيده يعني ما تندموش عليها. فكناخذوا اخواتي 3 الحبات من العقيق المهرس كما كتلاحظوا. كنحاولوا نعبروا المسافه، هذه الخطوه مهمه اخواتي اننا نعبروا المسافه، عاد ندخلوا الابره ديالنا ونعاودوا نرجعوها من المنتصف كما كتلاحظوا، يعني بهذه الطريقه، يعني غير مره واحده كما قلت لكم، حيت احنا دوبلنا الخيط يعني ما نحتاجوش اننا نرجعوا فيه مره اخرى باش نثبتوه، فهكا كيكون ثابت راسو. فنفس الطريقه كناخذوا 3 الحبات من العقيق المهرس كندخلوهم في الابره ديالنا يعني بكل سهوله. راه يعني هذا التنبات هذا ساهل اخواتي، فاش كيكون عندنا هكا الطرز كنحاولوا مثلا نبتوه او نزيدوا شي لمسه، فكيكون انه سهل اننا نخدمه. يعني في النهار تقدري تخدمي قفطان او جلابه ديالك اخواتي. فكما قلت لكم يعني بنفس الطريقه كما كتلاحظوا، يعني كتجي هذاك الوسط ديال التنبات الاول كتجي فيه البدايه ديال الثاني، وهكذا يعني دائما كنرجعوا للمنتصف وكنعاود نخدموا يعني بنفس العبار 3 الحبات من العقيق المهرس. وانتم كتلاحظوا كنحاولوا ندوروه على هذاك العريش ديالنا، يعني كنحاول هذا الخط هذا كنحاولوا ندوروه عليه بهذه الطريقه هذه وحنا كنرجعوا للمنتصف. فيعني بنفس الطريقه انا غادي نكمل اخواتي، يعني الفيديو راه غادي يشرح نفسه بنفسه. نتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو الاخير باش تزيدوا تستافدوا اكثر وتتابعوا معايا تتمه الرشمه. فكيف ما تابعتوا معايا اخواتي طريقه التنبات ديال هذا العريش هذا، فهي سهله وبسيطه. نتمنى انكم تكونوا خديتوا فكره وتكونوا تعلمتوا كيفاش تنبتوا فوق الطرز الرباطي سواء ديال الماكينه او ديال اليد. فهي يعني خدمه سهله اخواتي سواء كنتي مبتدئه او محترفه. فانا ان شاء الله اخواتي انا غادي نكمل هذا العريش هذا كامل وغندوزو مع بعضياتنا ان شاء الله نخدموا هاد الوريقات هادو بجوج وحتى العريش اللي كاين في الجهه الاخرى. فخليكم معايا اخواتي. اذا اخواتي كما كتلاحظوا معايا من بعد ما كملت هذا العريش ان شاء الله غادي ننتقلوا باش نخدموا مع بعضياتنا هاد الورقه هذه. فاول حاجه ان شاء الله غادي نبداو ندخلوا الابره ديالنا من الراس ديال هاد الورقه كما كتلاحظوا. غادي ناخذوا العقيق ديالنا كما العاده 3 الحبات من العقيق المهرس ندخلوهم في الابره ديالنا ونحاولوا ندخلوهم او نحطوهم على شكل مائل، يعني نعمروا داك الفراغ اللي عندنا في ديك الوريقه، يعني ماشي مستقيميه، راه
كتبان لكم مستقيمه ولكن راني ميلته للجهه الاخرى، وغادي نعاود ندخل الابره ديالي من نفس الفراغ، يعني من داك الفراغ اللي عندي في ديك الوريقه الوسط نحاول نعمره. غادي ندخل يعني حدا الخط ديال داك الطرز اللي عندي، نحاول ندخل منها الابره ديالي ونجر الخيط ديالي، المهم حتى يثبت معايا مزيان. نحاولوا ما امكن ما نخليوش الخيط مرخي دائما، حتى يعني نزيروا على شويه على التنبات، حيت هو الا خليناه مرخي ما كيبقاش شادش راسو. المهم اخواتي بنفس الطريقه ندخلوا نفس العبار ديال الحبات ديال العقيق المهرس، 3 الحبات، وعاوتاني غادي ندخلوهم ونرجعوا الابره شويه تحت من داك التنبات، مهم على شكل مائل تنعمروا داك الفراغ اللي عندي وسط هاد الوريقه اخواتي. فكما كتلاحظوا اخواتي من بعد ما كملت هاد الورقه من التنبات كما كتشوفوا، ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال كيفاش كنربطوا الخيط، يعني باش ما يتحلش معنا مره اخرى. بزاف الاخوات سولوني هذا السؤال، فاخواتي ان شاء الله نشارك معكم الطريقه، فهي سهله. انا اخواتي كنربطوا بهذه الطريقه، يعني كنربطوا ربط عادي كندوبلوه مره اخرى، يعني كنعاود نربطوا مره اخرى في الثوب، يعني مع الطرز، يعني ما كنديرش فقط ما كنربطش الخيط بوحديته، كنربطو مع الطرز او يعني من الجهه الداخليه، وكنحاول ندخلو في الطرز ديالي بهذه الطريقه كما كتلاحظوا، يعني ما كنقطعوش مباشره، كنحاول نخدم به واحد شويه، يعني بحال كنجرو في الطرز اخواتي، من بعد عاد كنجيب المقص وكنقطعو من الطرف ديالو، يعني ما كيبقاش داك الربط باين باش يتحل ليا. فالان اخواتي ان شاء الله غادي ننتقلوا باش نخدموا الورقه الثانيه. اتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو بنفس الطريقه ان شاء الله باش نشوفوا نتلاقاو ان شاء الله نشوفوا الشكل النهائي حبيباتي. اذا اخواتي وحبيباتي الغاليات، هذا هو الشكل النهائي ديال القفطان ديالنا او ديال الطرز ديالنا من بعد ما نبتناه. فكيجي الشكل ديالو رائع جدا، فهو خفيف في نفس الوقت كيجي رائع وكيعطي واحد اللمسه اللي هي جذابه وبراقه للطرز ديالنا او القفطان ديالنا. فنتمنى ان الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معنا ان شاء الله. فما تنساوش حبيباتي تبارطاجيو الفيديو مع صديقاتكم اخواتكم ان شاء الله باش الكل يستافد معنا. وما تنساوش تدعموني وتشجعوني باللايك للفيديو وتخليوا لي تعاليقكم الجميله اسفل الفيديو. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.